تعالوا معايا كده اوريكم شدة الجبنة اللي في الباستا دي هتوصل معايا لفين. عايز اقول لكم ان المكان كله اتفرج عليا وانا باكل الباستا دي، لدرجه اني كنت عايز اقف على الكرسي عشان اشوف اخرها ايه، بس قلت لنفسي اعقل يا بيتر مش كده. انا بيتر دانيال، لو بتحب الاكل والخروجات اعمل لي فولو. تعالوا نشوف بنتولا هروق لما ادوق ولا في البرقوق. دي باستا نجريسكو فراخ تتبيله وكواليتي فوق التقييم. خطيره خطيره يا جدعان، جميله قوي. الفراخ متقطعه بطريقه لذيذه جدا، والطبق نزل سخن خطير، هتروق لما تدوق. يا خروشي، مين كان يصدق ان مطعم صغير زي ده يعمل بيتزا ايطالي بينافس بيها براندات كبيره؟ امسك اي بيتزا من الاطراف، لو نزلت معاك النزله دي اتاكد انك هتاكل واحد بيتزا يا خراشي. النازله دي بيتزا صح. وده فعلا اللي حصل معايا لما جبت بيتزا نص تشيكن رانش ونص ميكس تشيز. طعمها ما يتوصفش، حقيقي جميله، والعجينه طريه كده، ودي برضو يعني هتروق لما تدوق. برضو بنتولا من الاماكن اللذيذه جدا في اسكندريه، القعده جميله ورايقه، ديكور بسيط، اغاني لطيفه، وفي سيكشن الكتب لو بتحب القرايه. سيب لي بقى